كانت مباراة بعنوان أكون أو لا أكون. كانت مباراة من أجل انتصار المارد الأبيض وبداية الانطلاقة، لكن لعيبة نادي الزمالك للأسف أهدروا الفرص البسيطة اللي سنحت ليهم. شفنا اللقاء انتهى 2-0. طبعا احرز الهدف الاولاني من حمودي من خطأ محمد عواد، وفي الدقيقة 60 حمدي الهوني يحرز الهدف الثاني لينتهي امال الزمالك في هذه المباراة، ولكن يبقى للزمالك فرص عديدة. زي ما احنا عارفين كده انتهى لقاءات الدور الاولاني. 3 ماتشات اللي لعبهم نادي الزمالك 2 هزيمة وتعادل. كنا بنتمنى نادي الزمالك يرجع في المباراة ديت وتبدأ من هنا الانطلاقة، لكن من الواضح تأثير الحكم اللي حصل النهاردة للمستشار مرتضى منصور بحبسه وعدم إكماله المهمة في نادي الزمالك، وأصبح نادي الزمالك مهلهل داخليا. وهنقول الأسباب يا جماعة كتير جدا. الأسباب اللي أنت ما احترمتش الناس كلها، غلطت في الكبير وفي الصغير، غلطت في مصر كلها، فكان لازم العقاب. الخطيب خد حقه بالقانون وده كان أمر متوقع. في ناس من جمهور نادي الزمالك زعلانة، بس أنا بقول له ما تزعلش، لا يصح إلا الصحيح. كتير قوي من قناه نادي الزمالك النهارده قدموا استقالتهم من الشله اللي احنا عارفينها هزاز الرؤوس. هتقبضوا منين؟ الكلام ده انا قلت بعد ما يمشي المستشار مرتضى منصور مش هيكون لكم اي وجود، وده اللي حصل. كوني مصري واهلاوي، بس كنت بتمنى نادي الزمالك يكسب النهارده. حزين على الكره المصريه، حزين على الشله اللي بوظت الكره المصريه، متمثله في وزير الشباب والرياضه اولا، تمام. بعد كده اتحاد الكره اللي كله فساد، اتحاد الكره اتحاد جمال علام اللي بوظ الكره المصريه، وليد العطار. الراجل ده ما ينفعش يا جماعه كان ان هو يقعد كل الوقت دوت. وشفنا الفضيحه اللي عضو مجلس اداره نادي عضو مجلس اداره الاتحاد اللي طلع بفضيحه وقدم استقالته. الفضيحه اللي احنا عارفينها كلنا، والتسريبات اللي حصلت بينهم وما بين واحده. مش هنتكلم طبعا في القصه دي، ففساد في كل حته. فساد يا جماعه ادى اللي منتخبنا النهارده يتغلب 4-0 من السنغال على ارضنا. انا حزين جدا جدا ايه اللي بيحصل لنا. احنا كنا اسياد القاره فعلا. كان اللي بيجي يلعب هنا في مصر بيبقى خايف وجاي مهزوم قبل ما يلعب اللقاء. دلوقتي كل الفرق بتتطاول علينا. كل ده مش من يوم وليله يا جماعه. الفشل بيجيب فشل والتحدي بيجيب فشل. لكن لو انت عايز النهوض بالكره المصريه يا وزير الشباب والرياضه، عليك باقاله اتحاد الكره. ونشوف قصه القنوات اللي عامله الفتن بين الجمهورين، جمهور نادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك. يا جماعه احنا في ورطه كبيره. الكره المصريه مش هو ده مسارها يا جماعه الخير. كده كتير قوي 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 كنت بتمناها النهارده زملكاويه، لكن هارد لك لنادي الزمالك يقدر ان يعوض، ولسه عنده فرص. صحيح هو عنده نقطه واحده بس. فوز المريخ على فرقه الجزائر ادت ان يبقى في امل. لكن لو كان الفرقه الجزائريه كسبت كان هتبقى 6 نقاط، كان الزمالك كده خلاص ودع البطوله. ولكن لسه في امل. صحيح الامل ضعيف بس برضو الامل موجود الى اخر وقت. بنتمناها ان شاء الله زملكاويه، وبنتمنى النادي الاهلي يصعد. صحيح لسه الشوط الاولاني الشوط الثاني بين الاهلي وصن داونز لسه ما خلصش. النتيجه لغايه دلوقتي يا جماعه تعادل 1-1. لو قلنا اطلاله كده على الشوط الاولاني بين ماتش الاهلي وصن داونز، ماتش مخيب للامال بالنسبه لي. مش هو ده الاهلي اللي انا عارفه. اخطاء دفاعيه، واحنا عارفين فرقه صن داونز بتصطاد الاخطاء الدفاعيه دي وبيلعبوا عليها. طبعا احنا شفنا هدف اولاني مباغت، غلطة علي معلول. على قد ما بيقدم لنا حلول جدا وحلول كبيرة جدا جدا، إلا إنه أخطائه بتبان وبتبقى مؤثرة. الهدف الأولاني جاي من خطأ من علي معلول. بعد كده قدرنا اللي احنا ربنا يكرمنا وجات لنا ضربة جزاء. اتفاجئت إن محمد هاني اللي داخل يشوط ضربة الجزاء إزاي؟ أنا مش عارف. النادي الأهلي أحرز الهدف الثاني يا جماعة دلوقتي. الله أكبر، الله اكبر من نصر النصر. نادي الاهلي يا جماعه احرز الهدف الثاني. الله اكبر. طبعا انا كنت حزين جدا جدا
كنت حزين لما شفت ان الجون الاولاني دخل في النادي الاهلي، وحسيت ان لقاء السنه اللي فاتت بين الاهلي وصن داونز اللي هو خلص هنا 1-0 واتغلبنا هناك، لكن الحمد لله الهدف الثاني للنادي الاهلي جه. ولو كنا جبنا ضربه الجزاء بتاع المستهتر محمد هاني كنا هنبقى 3، ولكن ان شاء الله القادم احسن للنادي الاهلي. النادي الاهلي قادر ان هو يتوج، قادر ان هو يصنع البهجه، يصنع الفرحه، يصنع الفرحه لجماهير النادي الاهلي. 80 مليون اهلاوي، انا واحد منهم يا جماعه، محتاجين فرحه والله العظيم 3. انا بعد ما خلص الشوط الاولاني حسيت باحباط كبير جدا، احباط كبير، لكن الاهلي هو مصدر السعاده يا ساده. الاهلي دائما معودنا ان هو في المقدمه وفي الاحداث المهمه متواجد. لكن طبعا الشوط الاولاني شفنا ضيعنا اجوان كتير، منها الكره الاخرانيه بتاعه محمد مجدي قفشه وكره بريستاو واحمد عبد القادر. نفسي يوظف موهبته الكبيره لصالح الفريق. بصراحه عمل كذا كوره خطا وكان ممكن ان احنا يعني يخش فينا هدف تاني، لكن الحمد لله ربنا بيعوض. وبعد ما ضيعنا ضربة الجزاء قدرنا اللي احنا نحرز هدف التعادل من كرة محمد عبد المنعم، والهدف الثاني هو يا جماعة. فان شاء الله ان شاء الله استنوني، الماتش خلاص قرب يخلص ونكمل الفيديو ان شاء الله. دعواتكم يا جماعة، دعوات 80 مليون اهلاوي للنادي الاهلي. حبايبي اشوفكم ان شاء الله بعد قليل. انتهاء لقاء الاهلي وصن داونز للاسف بنتيجة التعادل 2-2. طبعا بعد ما اتقدمنا 2-1 قدر بكرة مباغتة وبخطأ برضو دفاعي يحرزوا الهدف الثاني. فرقة زي كده يا جماعة ما ينفعش اللي انت تغلط معاها، ما ينفعش اللي انت تنزل مستهتر. كرة واحدة بتغير مجريات الامور. احنا جات لنا كذا كرة، منها طبعا ربنا يسامحه محمد هاني، كان قدر اللي احنا نخلص ماتش انا كنت شايفه في المتناول، رغم ان فريق صن داونز فريق قوي جدا 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 سواء على ارضه او بره ارضه، الاثنين واحد بالنسبه له، لكن احنا ضيعنا من ايدينا فرصه كبيره جدا وهي الفوز. طبعا تبعيات اللقاء دوت ان لازم الماتش الجاي على الاقل على الاقل خالص اللي انت تتعادل، تمام، وتكسب الهلال هنا، وتكسب الفرقه الاخرانيه فرقه القطن الكاميروني ذهابا وايابا، لان طبعا هي حصلت المجموعه ملهاش تواجد المنافسه بين صن داونز والاهلي والهلال السوداني. فطبعا الامور بتتصعب واحنا صعبناها على نفسنا. الماتش خلاص كانت 2-1 يا جماعه، 2-1، وكنا ممكن ان احنا كمان نزود، لكن في استهتار، في رعونه، في خوف، ما تعرفش تحس برضو النادي الاهلي ناقصه لعيبه يا جماعه. احنا قلنا خط الدفاع فيه مشكله، شفنا خطأ ساذج في الشوط الثاني، قدر الفريق ان هو يتعادل 2-2. يعني الكرة دي لو ما كانتش دخلت كنا زماننا دلوقتي فرحانين ومبسوطين وبنتكلم بشكل تاني، لكن هي دي كرة القدم. احنا بنلاعب فريق قوي جدا 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 زي ما احنا قلنا، فريق فعلا مرشح ان هو ياخد البطولة السنة دي. فبالتالي مش هنقول ده الطبيعي اللي احنا نتعادل على ارضنا، لكن كنا نتمنى يبقى في غيرة اكتر، يبقى في اداء احسن من كده شوية. عايز تكسب فريق قوي لازم يبقى ما عندكش اي اخطاء دفاعية، وده اللي احنا شفنا ان بخطأين قدروا ان هم يسجلوا هدفين، ونادي الاهلي ضيع سلسلة من الاهداف خصوصا في الشوط الاولاني. فطبعا كل ده بداية لمقدمات انا مش حاببها. بنتمنى ان الاهلي يعود، والاهلي ممكن يعود وقادر ان هو يعود. تفتكروا ممكن نكسب هناك؟ ممكن نكسب هناك، قبل كده كسبناهم 1-0 قبل كده، فليه لا؟ ممكن نقلب الدنيا كلها ونكسب الماتش الجاي، ليه لا؟ او لو اللي احنا ما كسبناش نتعادل، يبقى ساعتها معانا نقطتين وتكسب الماتشين التانيين، تمام. هيبقى معاك 6 ونقطتين يبقى 8. طبعا في ماتش مع القطن الكاميروني ب3 نقط، يبقى 11 نقطة. نقدر ان احنا حتى ونقدر ان احنا نوصل لتاني المجموعة. بنتمنى لان يبقى شكلنا وحش قوي لو طلعنا من دوري المجموعات في لقاء احنا مش متعودين اللي احنا نظهر بالشكل ده او ادائنا يبقى بالشكل ده. معلش، ان شاء الله القادم احسن للنادي الاهلي، اخطاءه لازم نتداركها، والكره المصريه في خطر يا جماعه زي ما احنا قلنا. محتاجين بتر
كل فاسد في الرياضه المصريه، لان كل ده بيصب في صالح المنتخب. وطبعا الاهلي والزمالك وبرضه بيراميدز وفيوتشر مش مقدمين مستويات طيبه في البطوله الكونفدراليه. مش هطول عليكم اكتر من كده، يا ريت اللي ما تابعش قناه وليد حلمي الاهلاوي يتابعني ويفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد، ومحدش يزعل يا جماعه، قدر الله وما شاء فعل. اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.